الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو. النهاردة هنتكلم عن افلام سندريلا ايقونة السينما المصرية. ولدت في 26 يناير 1943 واشتهرت بموهبتها الاستثنائية في التمثيل والغناء. تعتبر واحدة من ابرز الفنانات في تاريخ الفن العربي، حيث تركت بصمة لا تنسى في العديد من الأعمال السينمائية في عالم الفن. وتميزت سعاد حسني بقدرتها على تجسيد شخصيات مختلفة من خلال أفلامها، واستطاعت أن تتحدث عن الشعب المصري، ولم تكن مجرد ممثلة بل كانت فنانة شاملة التي ساهمت في تعزيز مكانتها في عالم الفن. ورغم حياتها القصيرة التي انتهت في عام 2001، فإن إيراث سعاد حسني الفني لا يزال حيا في قلوب محبيها. ادعوا لها بالرحمة ويلا نفتكر أحلى الأعمال ليها: العزاب الثلاثة، صغيرة على الحب، وده فيلم أنا بحبه قوي ومن أحلى الأفلام يعني. عائلة زيزي ده برضه بحبه قوي، وكل الأفلام بصراحة بتاعتها جميلة يعني. إشاعة حب ده برضه جميل. سونا يا خاين، خلي بالك من زوزو، جناب السفير، نادية، غراميات امرأة، لعبة الحب والجواز، الست النظرة، المتوحشة، شفيقة ومتولي، للرجال فقط، أميرة حبي أنا، اللقاء الثاني، أين عقلي، مبكي العشاق، مفيش تفاهم، زوجتي والكلب، نار الحب، غراميات امرأة، أهل القمة، مال ونساء، الراعي والنساء، الزواج على الطريقة الحديثة، الحب الضائع، غرباء، البنات والسيف، الطريق، شيء من العذاب، عصفور الشرق، الحب الذي كان، حواء والقرد، أميرة حبي أنا، شقاوة بنات، لماذا أعيش، الجوع. الفيلم ده اتفرجت عليه وجامد بصراحة يعني، هي دورها فيه صغير بس حلو. حكاية 3 بنات، فتاة الاستعراض، بئر الحرمان، ليلة الزفاف ده برضو حلو قوي،
القاهرة 30، شباب مجنون جدا، شقة الطلبة، الثلاثة يحبونها، أول حب، للرجال فقط، السفيرة عزيزة، شقاوة رجالة، الجريمة الضاحكة، حب في الزنزانة، موعد في البرج، حكاية جواز، الساحرة الصغيرة، بابا عايز كده، غروب وشروق، حسن ونعيمة، أعز الحبايب، السبع بنات، العريس يصل غدا. وبكده نكون خلصنا الأفلام السندريلا الجميلة سعاد حسني. يا رب الفيديو يكون عجبكم. انتوا كمان قولولي ايه اكتر فيلم بتحبوا ليها. طبعا دي مش كل الافلام بتاعتها، ولكن اللي انا قدرت افتكره يعني في افلام كتير ليها جميلة مع احمد رمزي ومع عادل امام، وافلام غيرهم كتير قوي. انا اي نعم سني صغير يعني للافلام القديمة دي، بس انا بحب قوي الافلام القديمة، بحب اقعد اتفرج على الممثلين والفنانات الجميلة القدام، لان بصراحة احسن من دلوقتي بكتير يعني. حتى الافلام كده القديمة بتدي رسائل وبتتكلم عن المجتمع المصري فعلا، مش زي دلوقتي يعني. يلا اسيبكم بقى مع الفنانة الجميلة سعاد حسني، وما تنسوش زي ما قلتلكم تقولوا لي ايه اكتر فيلم عجبكم ليها.